السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنتكلم عن تاني محاضرة من سلسلة سياسات مكافحة العدوى بالمستشفى. هنتكلم عن تاني نوع من انواع الغسيل، وهو الغسيل بالدلك الكحولي او بالكحول. وقبل ما نتكلم في موضوع النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وكومنت واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وتعالوا بينا نبدأ محاضرة النهاردة. الدلك بالكحول أو المحلول الكحولي يعتبر الطريقة الأنسب لتطهير اليدين، ولكن في شرط واحد، إن الإيدين ما تكونش متسخة. ولكن في حالة اتساخ الأيدي يجب أن تغسل الأيدي بالماء والصابون، اللي هو الغسيل الروتيني اللي احنا اتكلمنا عليه في المحاضرة اللي فاتت. هنيجي بقى نتكلم عن طريقة دلك اليدين بالكحول. يتم وضع من 3 ل 5 مللي من الكحول في اليدين، ويتم دلك اليدين في كف أحد اليدين، بشرط أن تكون اليدين جافتين، يعني اليدين تكون ناشفة نظيفة. يعني حضرتك لبست الجوانتي وخلعت الجوانتي، الإيد تكون ناشفة، تبقى هنا جاهزة مش متسخة، وجاهزة إن حضرتك تعمل دلك لليدين بالكحول. ويتم الدلك من 20 ل 30 ثانية بنفس خطوات غسيل الأيدي الروتيني، ثم يترك ليجف تماما بالخطوات اللي احنا قلناها كلها قبل كده في الغسيل الروتيني. ممكن حضرتك ترجع للفيديو أو المحاضرة اللي فاتت وتعرف طريقة غسيل الأيدي الروتيني العادي اللي هو بيستغرق من 30 ل 60 ثانية ازاي. تمام؟ بالنسبة للدلك بالكحول أو المحلول الكحولي بيكون من 20 ل 30 ثانية. يبقى لما يجي سؤال يسألني يقول لي أنسب طريقة لتطهير اليدين، أقول له الدلك بالكحول أو المحلول الكحولي. المدة فيه بتكون من 20 ل 30 ثانية. من 20 ل 30 إيه يا شباب؟ من 20 ل 30 ثانية. وبأعمل دلك بالكحول بنفس طريقة غسيل الأيدي الروتيني. بكده نكون خدنا المحاضرة الثانية من محاضرات سياسات مكافحة العدوى، وتاني نوع من أنواع غسيل الأيدي وهو الدلك بالكحول أو المحلول الكحولي. أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة، وما تنساش تعمل شير للفيديو عشان غيرك يستفيد. وأشوفكم في فيديو جديد في المحاضرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.